اولا المنافسه مع جوارديولا مرهقه قوي الصراحه على المستوى الذهني. منافس عنيد ما بيستسلمش. يعني برضو الثلاث مواسم اللي خد فيها ارسنال او عزيز المركز الثاني هو نافس، فاهم؟ انما بتنافس جوارديولا دي كانك بتنافس واحد يعني ما لهمش اخطاء. فالصراحه التتويج ده تتويج اللي لازم يتقل اسم ارتيتا ويتقل الجيل. حتى الجميع تحدث بان ميكيل ارتيتا متخصص في المركز الثاني والوساطه. شفت؟ يعني المفروض البطوله دي تزود اللعيبه وتخليهم ناضجين وتشيل الضغوط عليهم شويه من نهائي دوري الابطال. وهناك لاعبين جدد ولاعبين مميزين يحققون بطوله المره الاولى. يا كابتن خد دوري بخط هجوم يوكيريس، مادويكي، مارتينيلي، تروسر، ساكا. يا نهار ابيض، ده اعجاز. ده خط هجوم اللي خد بيه دوري، اللي خلاه ياخد الدوري 19 كلين شيت. رايا حارس المرمى، صليبه، جابرييل رايس، تيمبر، كالافيوري، خط الدفاع. فالنهارده التتويج ده لازم يكون بدايه هيمنه وسيطره للارسنال. عشان كده الصفقات الجايه مهمه قوي، وخاصه من الناحيه الهجوميه. لازم بقى تجيب 9 محترم، اسم كبير، خش على الفاريز لو متاح، وتجيب بقى جناح محترم. كان ممكن ويليامز السنه اللي فاتت كان الكلام على ويليامز، ممكن برضو السنه دي مع اصابات عطلته شويه تخش بقى على الاجنحه الثانيه، الكلام على كروبي بتاع بورموث. فلازم الصفقات الجايه الناحيه الهجوميه تزود الجوده، تكون انتقائيه. ايوه، وتزود الجوده. واللعيبه حتى اللي خدت الدوري ده عبد العزيز هتزيد. الالقاب بتزود اي حد، بتديك 20% ثقه زياده، فلازم تستغلها. الهيمنه والسيطره على الورق، اللقب الدوري ده لازم المفروض الجيل ده متوسط الاعمار 23 24 او 25 سنه يحقق اللقب على الاقل 3-4 مواسم قادم. ده المفروض. الكره فيها كل حاجه. انما لو انا بخطط بعد ما خدت الدوري ارسنال لارتيتا، المفروض بعد بقى الاستاذ بتاعي ما خرج من الدوري والمنافسه هتتفتح، انت صاحب اللقب دلوقتي. فالموسم الجاي الصفقات، التركيز على الصفقات الهجوميه ذات الجوده العاليه، عشان اللعيبه تاخد بقى دوريين ورا بعض، 3 دوريات ورا بعض. وهذا هو الاختبار الحقيقي لارتيتا واللاعبين، السيطره على لقب البريمير ليج. الاول ده الفرحه، وانا بقول يعني بخش في المستقبل شويه، انما الفرحه مستحقه دلوقتي والتركيز على مباراه دوري الابطال. انما انا بناقش التخطيط للموسم القادم وللثلاث مواسم القادمين، لان زي ما قلت لك يا عبد العزيز المشروع ده بقى له 6 سنين ونص. 6 سنين ونص.